أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيبنا من النار. نحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان وشهدنا هذا اليوم الطيب المبارك يوم عيد الفطر المبارك وهو يوم عيد الفرح. أول عيد مر بالمسلمين كان عيد الفطر. في نفس الأيام كانت توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يوم فرح شديد ما حزن ولا باع ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اليوم يوم فرح ويوم عفو ويوم تسامح ويوم سلام. أيها مسلم إخوة الإسلام ينبغي أن يعرف بأن الله عز وجل لما خلقه للعبادة وتوحيده ما تركه هكذا، إنما جعل له شرعة ومنهاج. يوم في مثل هذا اليوم يقول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما ضل فيكم كلكم اتقوا الله طول ما أنت موجود في هذه الدنيا إلى الموت. بعض الناس والعياذ بالله ما استقاموا لما حانوا والتموت أهلهم وزلوهم ما لم يستقبلوا من الكلام. إذن أمر الله فيكم يا جماعة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون يعني موحدون، ما قالوا أنتم مؤمنون. الإيمان به بعد الإسلام، وما في إسلام إلا بالتوحيد. زول ما وحد الله عز وجل ما أسلم. ولا تنغشوا، لا نكفر الناس، لكن نقول من لم يوحد ما عرف الإسلام. والذي عرف الإسلام وحد الله عز وجل الله يذكرك بنعمته عليك وطلب منكم أمر مهم جدا لا بد من تنفيذ مثل هذا اليوم. قال بعد الآية التي بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام يعني التمسك، تتمسك بالكتاب والسنة، وهذا الذي ندعو له. واعتصموا بحبل الله جميعا، ما في إنسان واحد مستثنى، لا نبي ولا ولي ولا أي إنسان، ما في حد مستثنى من العمل بالكتاب والسنة. العمل بالكتاب والسنة معناها تتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يغشك حزب ولا يغشك مذهب ولا يغشك فكر، أي حاجة بخلاف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا موجود بعيد، لا نعمل به أصلا ولا نقبل ما دام بيننا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تفرقوا. الفرقة والشتات أصلا ناتج من الجنة. الظنون دي لما تختلف تحصل فرقة بين الناس. وأنا أديكم سبب حي جدا وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تسوي الصفوف في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ساووا صفوفكم. يعني لو ما ساويتوها اختلفتم وخالف الله بين
بكم. صف الصلاة ده الناس شايفينه وصلوا ساكت أي كلام، لكن أي مسجد أي مكان بيصلوا فيه الجماعة ما سووا صفوف، كل واحد عنده ما في الكلام وعنده كلام في الكلام يتصلى معاه ذاته. أو لو يخالفون الله اختلفت القلوب تذهب المحبة والإلفة والتآخي، حتى الأرحام تقطع والجوار يساء، كله يترتب عليه شنو؟ من المخالفة. وعمليا كل الموحدين الذين على السنة ما بيجوا الملائكة، فيهم التمييز وفيهم القصور، كل شيء فيهم، لكن نسبة الاختلاف فيهم ضعيفة جدا. في الجمعة دي، في صلاة الجمعة، كل واحد يسلم على الآخر كأنه ما شافه من قبل. دليل على إيه؟ على المحبة التي في القلوب. وإذا كانت المحبة زالت من النفوس في مثل هذا اليوم، ماذا تريد؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما حسن الغفار الحديث: إن أحبكم إلي أحاسبكم أخلاق، المبطلون الأخلاق الذين يألفون ويؤلفون. قال الرسول قال: أنا أحب الناس إلي حسن الخلق. كلمة حسن الخلق دي كبيرة. النواس بن سمعان كما صح في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم من حق في النفس يترتب عليه في نفسك. يبقى انك انت استفتي نفسك في تصرفك، هل هو مقبول عند الناس؟ انت ترضى لنفسك ونفسك مرضته، ده اسم. اما اذا كان حسن الخلق لابد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انت تكون من احباب النبي صلى الله عليه وسلم. وان ابغضكم الي المشاؤون باليمين، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العين. قد بيبغضهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله أي أرض يعني كيف يعني جالسة ما الأرض ما تحتل أصلا إذا لم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم. أبغضكم المشاؤون باليمين، يشغلون مفرقون بين الأحبة، ما شافوا اثنين متعارفين إلا فرقوا بينهم. الملتمسون للبراء العين، بريء يا أخي ما يرتكب المعاصي، يسجلت له مليون خطأ وما يوصلون إلى حسنة واحدة. أخلاق المسلمين في هذا اليوم ينبغي أن تكون كلها منضبطة. وشرع لكم الله الفرح، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لكم الفرح في مثل هذا اليوم. الحزن لا، في احتجاج على الرب تبارك وتعالى. البيوت صحيح فقد العزيز فقد صحيح، بس الليلة أجل البكاء والحزن حتى ما تحتاج على ربك، تفرح بس تحتسب. وده اليوم اللي انت تدعو فيه لعزيزك اللي توفى بالرحمة والبركة، تدعو له إن الله يرحمه، لكن ما تغضب ربك عليه بالبكاء وبالحزن. يا جماعة مثل هذه الأيام أشياء مهمة جدا لابد الإنسان يتعامل بها. رضا الوالدين، ما في إنسان يحق الآباء ولو بكلمة أف، ما قدر يتكلم بلسانه، استحى ما ينطق بلسانه، لكن ذاته دي ذاته منهي عنها. حسن الضراب تباعدت وأصبح مكان الإلفة والمحبة الفرقة والحسد والحرب والبغضاء، وده لا يليق بالمسلمين. وفي مثل هذا اليوم تحاببوا كلكم وتعافوا. أي إنسان يستعفي أخيه كان عمل شيء ولا ما عمل يستعفيه، يقول العفو العفو لله، بس العفو لله. كلمة أنت قلتها لله عز وجل ما تنقضها، أنتم
حفظك يا الله بعد شوية رجعت كذاب على من؟ على رب العالمين. يا مسلمين والله العظيم تربط النساء مهم جدا، ما تفتكروا الامور دي هكذا بتتم زي ناس السوق. صايمين قايمين بلغكم رمضان وعيدتوا وفرحانين، مو تنقضوا عهد الله عز وجل. اي شعب قلت لي الله والله حضرني الله حسيب. نقول للنساء تصدقنا في مثل هذا اليوم يا معشر النساء، تصدقنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإني ولتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ لا تكفرن اللعن، تكسرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت منا ناقصات علي ودين أذهب من الرجل الحازم من إحداه. إذن الرسول رؤيا حق، رؤيا الرسول حق. النار خايفين منها أكثر خلق فيها من النساء. بسبب شنو؟ طبعا الكلام ده للمسلم ما للكافر، الكافر اصلا ما عليك. نحن نتكلم عن المسلمه تكسرن اللعن وتكفرن العشير. طبعا الكلام ده مع الازواج، مع الازواج. ومعظم الناس الله اداهم نساء طيبات طيبات والله وبيعمل بالواجب، لكن المستهتر لا يعرف صبر، لا يعرف استقامه. طلاق عليه الطلاق عليه الطلاق، حرم عليه الطلاق عليه الطلاق، ويقع الطلاق ويفتش بالعلماء. ما يليق بالمسلم. فاحسنوا التعامل يا اخوان، وسلموا الامور دي الحاجه الوحيده اللي بترفع يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بس ما في غيرة على الانسان ولو كان عدوك، ولو كان عدو ما تواجه السيئة إلا بالحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء تفعلون أفشوا السلام عليكم، يوم السلام عليكم ويوم القطيعة. وحسنوا الظن في الناس. واحد إذا يجي يوم العيد يقول لك الله سلمت عليه ما ندري، يمكن ما سمع. حسن الظن يمكن ما سمع، يمكن رد لك وانت ما سمعت. يا اخواننا الانسان لو كان قلبه صافي من المسلمين ما بيرى الا حسنات، عيون ما بيراها. انا اديكم حدث عشان للعبره. التصوير حرام والرسم حرام للعائلات، لكن قالوا في تاجر اعور وأعرج من أغنى الناس جمع الفنانين حقين البلد كلهم، قال لهم أنا عايزكم ترسموا لي الصورة لي أنا ما في أي عيب. كل الفنانين والرسامين كانوا مستطيعين، واحد بس رمى يده قال لي أنا قال خلاص أرسم. مشى رسم للتاجر ده صورة إنه عنده بندقية بيصطاد، صار العين الحرب وبرك على واخذ الجائزة. ليه؟ لأنه نظر للأشياء الجميلة في الناس، ما نظر للقبائح وحاسب عليها. فإن شاء الله في الإسلام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، ويجعلنا متحابين متآلفين في هذا اليوم الطيب المبارك، وأن يصلح حالنا كله وشأننا كله، ولا نفسد هذا اليوم بارتكاب المعاصي، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله. بسم الله والصلاة على رسول الله. هذا اليوم الطيب وأنا أرضى الله إن شاء الله. لا شك